السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله لا فيديو هذه تلقاكم كامل بخير عليكم. وقبل ما نجوزوا للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا نهار اليوم هي جينواز اي باتيسري بلا بيض بمقادير متوفره في كل بيت بطريقه جديده. ما كاش ما اسهل، ما كاش وصفه اقتصاديه فوق هذه الوصفه. وبطبيعه الحال وإلا عجبتكم الفيديو فضلا وليس امرا دعمونا بلايك واشتراك، وبسم الله على بركه الله. في المقادير ديالنا اللي هي نجيب كاسرونه نحط فيها كاس معمر سكر، كاس غير ربع زيت بما يعادل كاس غير زوج صباع، كاس ونص حليب، زوج مغارف كبار كاكاو نوعية مليحة اللي فيها ريحة الشوكولا. نخلط هذا الخليط كامل مع بعضه بالفوي، ومن بعد ندي هذا الخليط على نار متوسطة غير ترفد الغلية ويدوب السكر، نطفي عليها. وهنا بعد ما أغلى الخليط جبت غيسيبيون نحط فيه هذا الخليط اللي هو سخون. نخلي هذا الخليط يبرد ونضيف عليه مغرفة صغيرة مقببة تاع لافاني، ونخليه يبرد 100%. هذا سر من أسرار نجاح الجينواز تاع نهار اليوم. هاوليك بعد ما برد كامل نضيف له كاس معمر ممسوح الاول تاع الفارينة والكاس الثاني. والفارينة لازم تكون مسيرة. باكي تاع لا ليفور بما يعادل 10 غرام اللي هو خميرة الحلويات. هنا بالنسبة للكاس الثاني تاع الفارينة حبيت نقول لكم روحوا غير بالعقل، ما ديروش دفعة واحدة، باسكو هنا انا مولفه نخدم بهذه الفارينة وعلى بالي اكزاكت شحال لازم تدي لي الوصفة. نتوما الكاس الاول روحوا غير بالعقل. المهم ركزوا على القوام تاع الخليط كيفاش لازم يكون، ما يكونش قاصح كيما القوام تاع الموسكوتشو ولا المادلان. المهم هاوليك ليكم كيفاش لازم نتحصلوا على هذا القوام، وان شاء الله الصورة راهي واضحة. نجيب صنيوة 30×20 نغلفها بالبابي كويسون، ونقسم العجينة تاعي على زوج. راح نطيب السنيوة الأولانية، نحاول نيطالي كامل كمية الخليط على السنيوة بالتساوي، عفوا كامل هكذا. نجيبو مغرفة تكون صغيرة أحسن، نيطالي كامل الجناب بارتو هكا باش ما تجيش جهة طالعة وجهة هابطة، تجي كامل كيف كيف. ونخبطو بهذه الطريقة، وندي لا جينواز تاعي على نار 180 على فرن مسخن مسبقا على درجة 180 درجة. ودوكا نجوزو الكريمة ديالنا اللي هي كاس معمر تاع بودرة الشونتي تكون باردة بيان غلاسي من الكونجيلاتور، مع كاس ماشي معمر تاع حليب بيان غلاسي، وحتى الغيسيبيون كان خرجته ديجا من الكونجيلاتور هكذا. ونجيب الباتور نطلع هاد الكريمة حتى يتضاعف الحجم ديالها. فوالا. وهنا بالنسبة للكريمة تقدروا تزيدوا لها ذوق، بطاغوم تاع الفراز ولا تاع البنان كيما تحبوا المتوفر عندكم. وهاي لك لاجينواز تاعنا بعد ما طابت من التحت فقط، يعني ما شعلتلهاش من الفوق، جات طريه وخفيفه، والدليل راه في الصوره قطنيه خفيفه ريشه.
نحي لها بابي كويسون غير بالعقل، نحاول نخليها تبرد 100% هكا باش تسهل علينا نحوها. هاي ليك جات متقبه، الله الله اون ديري ايبونج. وهاي ليك ليكم والصوره اكبر دليل. نخلي الجينواز تاعنا تبرد، ويلا في السنيوه الثانيه نفس الشيء نطيبها على نار درجه 180 درجه، ونقسم الجينواز تاعي على زوج. قلت لكم لازم هنا تبرد 100% كامل هكذا. ونجيب السيرو اللي هي عباره عن كاس معمر تاع السكر مع زوج كيسان تاع ما. نجيب بانسو، نخلي جينواز قلت لكم تبرد حتى الشربات تكون بارده. هنا بالنسبه للجينواز من المستحسن انكم تبيتوها هكذاك كي تبرد، ديروها في طرشونه وفيلميوها بالبابي فيلم حتى الغد من داك تجيكم ناجحه اكثر واكثر. سينو خلوها على الاقل ساعه وشربوها، والتشرب يولي حسب الرغبه. الشربات حطيتها حوالي 3 دقائق غلات على النار وخليتها تبرد. وهاي لك كريمه الشونتي اللي خرجتها هي تاني من الفريجيدار، كانت بردت. شوفوا النوعيه تاع بودره الشونتي تاع هاد الخطره اللي شريتها، يعني ما هيش مليحه 100%، مورفه تطلع وتكون ثقيله هاد الخطره. المهم نحاولوا نحطوها تبرد قد ما نقدروا يكون احسن. نجيبوا الطبقه الثانيه نحطوها على كريمه الشونتي ونحاولوا نطاليو كامل الجناب، ونزيدوا فوق الطبقه الثانيه الكريمه، وبنفس الشيء نديروا طبقه تاع جينواز نطاليو بالتساوي. فوالا نجيبوا الطبقه الثالثه نحاولوا هكذا بالموس. فوالا باتيسري منزليه بمقادير بسيطه متوفره في كل بيت. وكما نعرفوا انه الباتيسري غاليه، نحاولوا نقتصدوا في ديورنا بابسط المكونات وحنا فرحنا كامل العائله ديالنا. وهاي لك الطبقه الرابعه جات عاليه. نتوما ولا حبيتوا ديروها رقيقه ديروا غير زوج طبقات، ومن بعد ايطاليو وفينيو الباتيسري تاعكم كامل هكذا. الطبقه الاخرانيه نحاول نسويها بيا. هاي لك ليكم نحطها في الكونجيلاتور حوالي ساعه. ويلا نجوزوا الكراميل ديالنا اللي هي كاس معمر تاع السكر في مقله تكون واسعه، نحطها على النار تحت المتوسط هاديه. نخلي الكراميل تاعنا تذوب كامل في الجناب حتى تلحق للوسط. هاي ليك عسوها بالك وتحرقوها، لازم تكسب اللون الذهبي الفاتح فقط، بس الكراميل ولا تحرقت راح تطلق المراره ديالها. هنايا عندي كاس معمر تاع الماء، زدت له مغرفه كبيره تاع المايزينا، ويلا بدفعات نزيد لهاد الكراميل بالتحريك المستمر. نكون فريمون يعني رابيد. وهاي ليك خليت الكراميل تاعي بردت شويه، يعني غير تولي دافيه، والباتيسري تاعنا تكون من الكونجيلاتور بارده. هنا ما نكذبش عليكم، يعني ما عطيتهاش كامل الوقت ديالها. يلا باش نكمل معاكم الفيديو. بصح نتوما عطوها وقتها باش تحكم روحها، لازم. هذا سر من اسرار نجاح الجينواز باش تقدروا تقسموها. هنا الطريه كما قلت لكم راهي تترعد، وانتم عطوها كامل وقتها اللازم. هذا سر من اسرار نجاح الجينواز، لازم تبرد وتحكم روحها كما تاع المحلات يبيتوها حتى الغد من داك باش يقطعوها. انا كنت مزروبه وما كانش عندي وقت كافي.
وهاي ليك الباتيسري تاعنا، شهيتكم في الجنة ونعيمها واجدة معنا في صحن التقديم، جت أكثر من رائعة، جت صدقوني غير أحسن من تاع المحلات وبلا بيض، اقتصادية، فرحي بيها العيلة ديالك كما راكم تشوفوا مازالها طرية. هاي ليكم صح البنة، وش نحكي لكم وش نقول لكم، قد ما نشكركم فيها قليل في حقها، وما تقدروش تكتشفوا السر البنة تاعها حتى تجربوها، جربوها في أقرب وقت ممكن وما تكونوش رايحين تندموا عليها. متأكدة بحول الله تعالى باللي راح تولي من ضمن أنجح وأسهل وأضمن وصفة ممكن أنك جربتيها في حياتك. قبل ما تخرجي اختيتو، وش تستاهل منك الوصفة تاع نهار اليوم فضلا وليس امرا؟ تستاهل منكم الدعم باللايك والاشتراك والكومنتير في شباب يا شبات العسولات النحولات ديالي. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحتكم وفي صحيحتكم، والسلام عليكم.